هو الدولار لما غلي الفترة اللي فاتت ليه ما فكرناش نطبع فلوس كتير؟ في ناس كتير بتسأل السؤال ده وهي مش فاهمة. طب خليني الأول أوضح لك القانون الرسمي لأي اقتصاد في العالم، وهو قانون العرض والطلب. يعني ايه اللي يخلي الذهب غالي وعصير القصب رخيص؟ ببساطة بسبب الندرة، يعني كمية الذهب اللي في السوق قليلة والطلب عليه بيزيد، فبالتالي سعره بيزيد. أما القصب فهو مرطرط في السوق فمكفي الاحتياج فسعره بيقل. فلو حضرتك طبعت فلوس زيادة ورطرطتها في السوق قيمتها هتقل. قيمتها هتقل ازاي يعني؟ مش ساعات مامتك بتقولك هي الدنيا حصل فيها ايه؟ ده انا زمان كنت بنزل السوق ب10 جنيه بجيب لحمة وخضار وحاجات كتير وبرجع كمان ببقية ال10 جنيه. دلوقتي بنزل ب200 جنيه ما بتجيبش حاجة، ده البركة قلت. لا يا حاجة، البركة ما قلتش ولا حاجة. امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان عدد سكان مصر زاد، وبالتالي بقى فيه افواه كتير جعانه، والطلب على السلع بقى اكتر، وانتاجنا للسلع زي ما هو، فبالتالي السلع سعرها غلي. والاسعار لما غليت ال200 جنيه ما بقتش بتكفي. وده بالظبط اللي هيحصل لو الحكومه طبعت فلوس كتير. الناس هتبقى عايزه تشتري اكتر، فالطلب على السلع هيبقى اكتر، وبالتالي الاسعار هتزيد وهتزيد اكتر. وساعتها هتيجي جدتك تصوت في البيت تاني تقول هو في ايه، انا بنزل السوق ب1000 جنيه ما بعرفش اجيب بيهم حاجه، وبيخلصوا في ساعتها والبركه قلت. يا حاجه اقسم بالله البركه ما قلت. طب امال المفروض الحكومه تعمل ايه؟ المفروض عشان تطبع فلوس زياده تزود الانتاج عشان السلع تزيد، ولما السلع تزيد تبقى متاحه ومرطرطه في السوق، ومش هتزيد كفه الميزان ساعتها وهتتعدل. هقول لك مثال تاني احلى. عارف اما تبقى في مكان ما فيهوش مواصلات خالص، والناس في المحطه عماله تزيد وتزيد وتزيد، ساعه وساعتين وثلاثه والناس بتزيد وبرضه مفيش مواصلات، فيجي سواق يقف في المحطه عشان يركب الناس، فأمة لا اله الا الله هتهجم عليه. ساعتها هو هيستغل الموقف وهيقول لهم يا حضرات عدم اللامؤاخذه الاجره غليت وبقت ب10 جنيه، والاجره العاديه ب5 جنيه مثلا. ساعتها حد هيفتح بقه ويعترض؟ اكيد لا، كله هيبقى عايز يمشي وخلاص. ده بسبب ان العرض اللي هو المواصلات يعني قل، والطلب اللي هم الناس اللي على المحطة زاد، وبالتالي السعر بيزيد، وده بقى بيسموه التضخم. يعني باختصار طباعة فلوس كتير من غير زيادة في الانتاج بتؤدي للتضخم. هقول لك مثال تاني بسيط يوضح لك مشكلة التضخم ده. لو احنا دلوقتي 10 اشخاص، كل شخص في جيبه 10 جنيه، ورحنا محل سندوتشات لقينا المحل فيه 10 سندوتشات بس، وسعر السندوتش 10 جنيه، كده كل شخص مننا هيقدر يشتري سندوتش واحد بس. طب لو الحكومة جت طبعت لنا 100 جنيه وادت لكل واحد فينا 10 جنيه زيادة، كده بقى كل واحد في جيبه كام؟ 20 جنيه، وبالتالي هيقدر يشتري سندوتشين مش سندوتش واحد. وكده احنا ال10 كل واحد فينا عايز يشتري سندوتشين، ودخلنا المحل لقينا عنده هم نفس ال10 سندوتشات. هيجي ساعتها ويقولك ده السندوتش بقى ب20 جنيه، كده احنا ال100 جنيه اللي خدناها من الحكومة برضو اشترينا بيها 10 سندوتشات بنفس اللي كنا هنشتريه الأول. والسؤال هنا بقى، هل ال100 جنيه اللي احنا خدناها دي نفعتنا بحاجة؟ بالعكس، هي قللت قيمة ال10 جنيه اللي كانت في جيبنا مش أكتر. وفي سبب تاني، إن لكل عملة نقدية في جيبنا ليها مقابل من الذهب في البنك المركزي، فمفيش دولة تقدر تطبع ورق نقدي غير لما يكون ليه مقابل ذهب، وإلا هيبقى تزوير. فبدل ما تقول للحكومة تطبع لك فلوس كتير، لازم تفهم دلوقتي هي الدولة بتعمل ايه. الدولة دلوقتي بتزود الانتاج بان هي تفتح مصانع كتير، وبتوفر لك فرص عمل اكتر، وبتعيد استغلال الموارد بتاعتنا المهدرة، وبتبني شبكة طرق جديدة علشان تسهل زيادة الانتاج. وهو ده الحل الامثل في الوقت ده واللي الحكومة ماشية بيه. وبس كده.